كيف أقسم الوقت في حلقتي القرآنية؟ وبمن أبدأ من الطلاب؟ كيف أعالج وجود طلاب متميزين ومبتدئين في حلقتي بآن واحد؟ أسئلة تتكرر من كثير من معلمي ومعلمات حلقات القرآن الكريم، فإليكما أخي وأختي هذه الإضاءات، علها تكون عونا لكما لإدارة الحلقات القرآنية باقتدار. خطط لكل يوم في الحلقة، فمن المهم جدا أن تخطط لهذه الساعة أو الساعتين التي تقضيها مع طلابك. لمن تستمع وكيف؟ هل ستطرح شيئا من الفوائد؟ استفد من كل دقيقة، فلو استفدنا من الأوقات الضائعة لتضاعفت إنتاجية الحلقات. ومن أكثر ما يضيع وقت الحلقة تأخر المعلم عن بداية وقت الحلقة، الانشغال بالهاتف ووسائل التواصل وإجراء مكالمات غير ضرورية، الانشغال بما يمكن تأجيله كحوار مع معلم آخر أو تجهيز لبرنامج مع الإدارة، ترك التخطيط، فالمعلم القرآني الناجح يخطط لحلقته يوميا. ابدأ بالحافظ، ففي كل حلقة يوجد أنواع للطلبة: المتميزون، المتوسطون، المبتدئون. فابدأ بالحافظ أولا، مع مراعاة التحفيز الدائم لمن يسمع أولا، كمكافأة رمزية أو حلوى أو تكريم خاص. فعل الجميع واسأل نفسك: من هو الطالب المؤهل لمساعدتك في تسميع المراجعة؟ من هو مسؤول الأنشطة؟ وهكذا ينبغي أن يشعر كل طالب أن له دورا في الحلقة، فالمربي الناجح لا يهمل أي طالب في حلقته.